السلام عليكم. بص، مش هعطلك كتير. انا هقول لك كلمتين وهتكل على الله. انت عايز توصل لهدفك بس مش عارف ازاي. بيبقى عندك إرادة، ومع الوقت الدافع بيقل. حياتك ملخبطة حبتين، وقتك ضايع. اقول لك على حاجة، علاجك عندي. في دايرة كده اسمها دايرة النجاح. لو انت حياتك مش متظبطة، يبقى انت للأسف قاعد بره الدايرة دي. الدايرة دي مكونة من 5 خطوات. أول خطوة، الهدف. هدفك الكبير اللي نفسك توصله. أول حاجة تعملها إنك تحدد هدفك كويس، وتبقى عارف أنت عايز إيه بالظبط، ونفسك تحقق إيه بجد. تاني خطوة في الدايرة دي هي الخطة. هدف من غير خطة ما يبقاش هدف بجد، يبقى هدف كده وكده يعني. طب إزاي أعمل خطة؟ أول حاجة تحدد الهدف بتاعك. بعد كده هتسأل نفسك سؤال: إزاي أوصل للهدف ده؟ هتلاقي إجابات كتير قوي وخطوات كتير قوي. 1 2 3 4 5 6. تمام قوي كده. ابتدي حدد الأولويات. حدد الأولويات في الخطوات اللي انت طلعتها. بعد كده هتحط خطة زمنية، يعني هعمل الخطوة الأولى امتى وازاي، وهكذا. الخطوة الثانية امتى وازاي. بس كده. كده بقى عندك خطة بسيطة وسهلة. ممكن تبقى أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو خطة على المدى البعيد. بس أهم حاجة الخطة تكون واضحة وفيها مرونة وواقعية، عشان المبالغة بتبوظ الدنيا. بعد كده الخطوة الثالثة، هتلاقي حياتك بقت منظمة، والواقع بتاعك بقى أحلى بكتير قوي. وده هيترتب عليه الخطوة الرابعة، زيادة الدافع والحماس. لأنك كل ما هتحقق خطوة في الخطة هتحس بشغف وحماس لتحقيق الخطوة اللي هتقربك أكتر للهدف. عشان كده لما بنكون غير منظمين الدافع عندنا بيقل. آخر خطوة في الدايرة هي إنك تلقائيا لو مشيت في الدايرة دي بالشكل الصحيح اللي احنا قلناه، هتلاقي وقتك بقى منظم جدا جدا جدا. تنظيم الوقت. يلا نراجع عشان ما ننساش. يبقى دايرة النجاح بالنسبة لنا عبارة عن 5 خطوات: الهدف، ثم الخطة هتؤدي إلى واقع منظم، ثم ستؤدي إلى زيادة الدافع، ستؤدي إلى تنظيم الوقت. سهلين خالص اهو. كان معاكم حسين صبحي، محاضر في علم النفس ومدرب مهارات ذاتية. شكرا لكم، مع السلامة. صح، ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم عشان يستفيدوا زي ما انتم استفدتوا بالظبط. يلا مع السلامة، اشوفكم بعدين.